بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الكخيب بطريقة سهلة جدا. الكخيب معمر باللوز والشوكولاتة، كيجينا لذيذ وكيبغيوهم الأطفال والكبار والصغار. بلا ما نزيد نطول عليكم، بالنسبة للحليب عندي نصف لتر حليب أو 500 مليلتر حليب، 2 معالق ديال الزيت نباتي، 3 البيضات إلا كان حجم صغير. بالنسبة للدقيق 250 غرام ديال الدقيق، 2 معالق كبار ديال سكر سنيدة، 7 غرام سكر فانيلا. هذا هو الخليط. اول حاجه غادي ناخدو الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه الحليب وغادي نزيدو عليه البيض. الا كان حجم كبير تقدروا ديروا غير 2 بيضات. وغادي نديرو سكر فانيلا 7 غرام اولا ساشي وحده، وغادي نزيدو 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وغادي نخلطو مزيان في الخلاط الكهربائي. من بعد غادي نزيدو الدقيق اللي غربلناه من قبل. غادي نكبو الكمية كاملة في مرة وغادي نعاودو نديروه باش يتخلط. وبالنسبة للدقيق راني زدت عليه رشة ملح. غادي نكبو الدقيق كامل وغادي نزيدو عليه 2 معالق ديال الزيت نباتي، وغادي نعاودو نخلطوه في الطراب الكهربائي حتى ينسجموا لينا هاد العناصر. بالنسبه للقوام راه كيبان لينا شويه خفيف، انما نقدروا نخليوه واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق بما يتقال لينا القوام ديالو. وغادي نوجدو مقلاة ديال الكخيب اللي غادي ندهنها بالزيت. انا خديت هاد الشيته اللي عمرناها بالزيت ودهنا المقله، كندهنوها مره واحده فقط، اولا تاخدو ورق الطبخ ودهنوه بشويه الزيت ودوزوه على المقله. غادي نخليوها تسخن وغادي ناخدو المغرفه كنجيبوها بجنب وكنميلو المقلاة ديالنا باش كتجينا هكا بشكل دائري. النار دايرينها مهيله باش كطيب لينا الكخيب على خاطرها. صافي غادي نخلي ليها وقتها. انا هنا خليت الكاميرا باش تشوفوا المراحل كيفاش كيدوز منهم كخيب، واخا هي سهله بزاف. بالنسبه للكخيب فاش كنديروه غادي يبانوا لنا الجوانب بداو كينشفوا، نتسناو عليها حتى كينشفوا مزيان بحال كيوليو شويه غيوليو قهويين. صافي كندوزو بواحد السكين غير باش ما يلصقش لينا، غير هكا من الجنب باش نقدروا نقلبوا الكخيب. صافي كنقلبوها الوجه الاخر نخليوها شويه تحمر لينا، غير واحد شويه حتى كتحمر وغادي نحيدوها. تشوفوا معايا الشكل ديالها فاش كتحمر هكا. غادي ناخذ واحد المنديل اولا السربيته وكنحطوها وكنغطيوها باش ما تقصحش. نفس الطريقه غنبقاو غاديين بها، يعني ديما كنديروا المغرفه بجنب وكنميلوا المقله حتى كتقاد لينا الكخيب. فاش كينشف راه كنديروا الموس وكنقلبوا الكخيب ديالنا باش تحمر من الجهه الاخرى. كيف قلت لكم درت حتى كتنشف لينا الكخيب عاد كندير وحده فوق وحده. انا هنا كندير منديل كنحط الكخيب حتى كتبرد شويه وكنديرها هكا مع خوته وحده فوق وحده. كنبقاو غاديين. ودابا غادي نمشيو للتزيين. عندي اللوز اللي هرمشتو، كناخدو الكخيب وغادي ناخدو الشوكولاته الدهن، غادي ندهنو بها الكخيب. كندهن مزيان كنسرحو هاد الشوكولاته على الكخيب كامله بهذا الشكل. تقدروا تزيدوا قطع ديال الفراوله الفريز ولا دي مورسو بانان على حسب الذوق ديالكم، ولا تخليوها غير هكا بالشوكولاته واللوز اللي كتجينا لذيذه وكتعجب الاطفال. انا هنا بعد ما سرحت بالشوكولاته الدهن اللي هنا فيها واحد شويه
ديال اللوز مهرمش كي الا كان كيبان لكم، وغادي نضيفو مازال اللوز من بعد. انا كنسرحها باش مكتجيش الطبقه اللي هي غليظه. كنرشو واحد الرشه تقريبا واحد ملعقه صغيره تقريبا ديال اللوز اللي هكا، لوز عادي شديناه وهرمشناه هكا شويه، كنطويوها على النصف وكنعاودو نطويوها للربع، وكتجينا بهذا الشكل اللي منظم. تقدروا تخليوها غير بحال هكا، ولا تقدروا تزيدوا تزينوها بالشوكولاته واللوز ايفيلي كي غندير في الاخر. غادي نحطها في طبق تقديم ونبقاو غاديين بنفس الطريقه. تقدروا تعمروهم بالكريمه وقطعه الفريز ولا غير الكريمه بوحدها، يعني كاين طرق اللي عديده جدا اللي كنزينوا بهم هاد الكريب ديالنا، وكتبقى هكا الشوكولاته واللوز هي احسن، كتجي زوينه وخفيفه. غادي ندهنوا الشوكولاته مزيان كيف كتشوفوا معايا، يعني نفس الطريقه غادي نبقى غادا بها حتى نساليو الكميه اللي عندي الكريب كامله. كيف كتشوفوا الطريقه ديال الطياب راه سهله، ما كياخدش معنا بزاف ديال الوقت ودغيا كيوجد. نتمنى هاد الطريقه تكون عجباتكم، ونتمنى يكون عجبكم فيديو ديال اليوم ديال الكريب بالشوكولاته واللوز، اولا بهاد الطريقه اللي سهله ماهله ما كياخدش معنا بزاف ديال الوقت وكيعجب الصغار والكبار. نتمنى ديروه حتى نتوما في ديوركم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وتعاليقكم الجميله، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى اقتصاديه وسهله التحضير في قناتكم سامية فود. قبل ما نكمل الفيديو هنا درت خطوط رقيقه ديال شوكولاته الدهن كتزيين فاش كنبغيو نقدموا الطبق ديالنا او فاش كنبغيو نقدموا الكريب بطريقه جميله. هنا عندي اللوز ايفيلي اللي دوزته مقله، يعني خليته حتى تحمر شويه، كيجي مقرمش وكيجي لذيذ كاضافه، كيجينا رائع بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، استمتعتوا في المشاهده ديالو. وبلا ما نزيد نطول عليكم، الى الملتقى ان شاء الله في وصفات اخرى في قناتكم سامية فود. بسلامة.